السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اخترت أن أتحدث لكم عن طائر مميز، طائر جميل جدا سبحان الله العظيم. هو طائر الكروبيون أو طائر الريد رامب. هذا الطائر الذي يجمع بين خاصية الطيور المغردة وخاصية الببغاوات، فهو طائر ذو حجم مثالي، حجم متوسط بحجم الجالوبسيت تقريبا، لكن له صوت عجيب سبحان الله، قريب من صغريد الكناري والطيور المغردة. غير أنه سبحان الله العظيم كما سبقنا وقلنا أن هذا الطائر داخل في صنف الببغاوات، ذو ألوان زاهية وحجم كبير نسبيا، له طفرات متعددة ويتكاثر كباقي الببغاوات، يعني ما يجري على الببغاوات يجري على هذا الطائر. والميزة فقط أن هذا الطائر سبحان الله طائر مغرد، صوته جميل، أي أنك إن كنت من عشاق الطيور المغردة ولا تحب صوت الببغاوات المجهز مثل صوت الكوكتيل القوي وصوت البادجي، فهذا الطائر طائر مثالي جدا لك. والآن إخواني الكرام، بعدما قمنا بالتعريف عن هذا الطائر، سوف نقوم بتقديم الطريقة الأمثل للاعتناء به والطريقة الأنسب لتكاثره داخل القفص. إخواني الكرام، سوف نبدأ بسن تزاوج هذا الطائر. إن هذا الطائر يبلغ سن التزاوج عندما يبلغ 8 أشهر، يعني ما بين 8 أشهر و10 أشهر يكون في سن النضج، نستطيع الإنتاج منه. فقط يجب علينا أن نحضر قفص، يعني يكون قفص كبير نسبيا مثل القفص الخاص بالجالوبسيت، ونقوم بتعليق صندوقة التعشيش، تكون كذلك مثل صندوقة التعشيش الذي نقدمها للجالوبسيت. هذا الطائر يقوم بوضع 4 إلى 5 بيضات في بداية فصل الشتاء. بداية فصل الشتاء هو موسم تزاوج هذه الطيور كباقي الببغاوات. يضع 5 أعشاش. إن قدمنا له النظام الغذائي الجيد أو اعتنينا به جيدا نستطيع أن ننتج به 5. المهم المتوسط يبقى ما بين 3 أعشاش و5 أعشاش على حسب يعني المجهود الذي يقوم به المربي. إن كان المربي يعتني بالطائر جيدا فهو سوف يعطيه أعشاش كثيرة، وإن كان الطائر غير يعني له بنية جسدية غير قوية والمربي لا يهتم به كثيرا، فهذا المربي لن ينجح في إنتاج أعشاش كثيرة من هذا الطائر. إخواني، النظام الغذائي فهو يتغذى على البذور المتنوعة مثل باقي الببغاوات، ويجب كذلك تنويع الخضر والفواكه وتقديم البيض المسلوق وعدم الحبار لكي يستمد منه الكالسيوم. إخواني، لا تنسوا استبدال يعني تنظيف المعالف، وكذلك المشارب بصفة يومية لكي لا يصاب الطائر بأي التهابات معوية أو بأي أمراض. وكذلك النظافة مهمة جدا لكي نضمن سلامة وصحة الطائر. ويجب تهوية وتشميش الطائر وإعطائه حوض الاستحمام لكي ينظف نفسه. إلى هنا نكون قد عرفنا بهذا الطائر. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ودعم القناة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.